ابتدي يا أستاذ. ماشي، متشكرة أوي. سعيدة. مساء الخير يا حضرات، أنا جبتكم مرة تانية في برنامجنا وبرنامجكم روح مصرية. الحقيقة أنا كنت مش معجبة كتير بفكرة اسم البرنامج. المرة اللي فاتت كنت مسمياه تصبحوا على خير يا عرب، وأنا مكنتش حابة الاسم. إذا عندكم أي اقتراحات تقدروا تكتبوها لي في رسايلكم، أنا بقراها كلها ونقدر وقتها نختار مع بعض اسم البرنامج. أتمنى أنكم تبدوا إعجابكم بشكلي النهاردة. واللبس يا حضرات إنما ايه هو على آخر موضة. أما بقى من خلال سهرتنا الليلة هنتعرف على المطرب الشاب محمد منير. ابقوا معنا. غنوة شبابيك هي غنوة كل من باع عمره في انتظار الربيع، وكان يعتقد إن الصبر ذو فائدة، ولكن كلما صبر نفدت السنين، فلا ربيع نال ولا عمر عاش، وكل من انتظرهم كفروا بالصبر. كتب الشاعر الكبير والفنان التشكيلي مجدي نجيب كلمات غنوة شبابيك شبابيك في فترة اعتقاله خلال حكم الرئيس السابق جمال عبد الناصر. والحقيقة يا حضرات إن الغنوة دي أصبحت تشبه الصندوق الأسود لدى المصريين. فده طبيب كان بيسمع غنوة الشبابيك في فترة مذاكرته للثانوية العامة، وده مهندس هونت عليه غنوة شبابيك الغربة. وده بقال كان بيسمع غنوة شبابيك في المسجل في الخلفية كده، ومات البقال واغلق البقال دكانته وباع ولاده الدكانة وتعطل المسجل، وأصبحت غنوة شبابيك باقية في خلفية ذكرياتهم. أما عن حكاية الدكتور أحمد عبد الهادي الذي يعمل جراح تجميل في وسط لندن، ولكن وصوله تعود إلى اسكندرية. فيقول الدكتور السكندري إن غنوة شبابيك بتهون عليه مرارة الغربة، وإن هو بيحب يسمعها جدا 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 علشان يفتكر أيام مارينا وسموحة وشوارع اسكندرية الجميلة. وبالرغم الاختلاف والتباين ما بين عروس البحر المتوسط حيث لا ينام أحد ومدينة الضباب حيث شعب المعاملة الإنجليزي، برغم من التباين ده بيقول الدكتور أحمد عبد الهادي هو ولا مرة سمع الغنوة دي بفتور أو بإن هي عادة، كل مرة بيسمعها بإحساس مختلف وبمشاعر مختلفة وبتفكره بأيام وطنه الجميل الغايب عنه في الفترة الحالية مصر. ظهرت جملة اللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك. أكد مجدي نجيب مدى حبه للرئيس السابق جمال عبد الناصر، وضح ان الجملة دي كانت لوم وعتاب شديد جدا 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 للرئيس السابق. يعني انا اللي زي ما يكون بيقول له انا
أنا اللي بحبك وبدعمك بكل ما أوتيت من جوه كده، تسجني وأقعد في زنزانة صغيرة، وأبقى كل اللي شايفه من الزنزانة مجرد شبابيك وقصد مجد نجيب من كلمة شبابيك. شبابيك اللي هو شباك الزنزانة، فهو لما بيبص أو بيطل من شباك زنزانته بيشوف فقط شبابيك. شباك هنا وهنا وهنا، بيبقى بيتأمل ويستنى الساعة اللي هيخرج فيها بفارغ الصبر، هو فقط شايف شبابيك. أما يا حضرات عن الجملة القهوة، جملة العتاب القهوة في أغنية شبابيك، ده أنا بعد الدموع والعمر. الله الله يا حضرات، فيه أهم من العمر يتباع، باع عمره لأجل فكرة كان مؤمن بيها وكان مصدق فيها جدا، وفي الآخر خسرته. وفي ايه أهم من العمر ممكن الإنسان يبيعه؟ لما يبيع عمره يتبقى خصوصا بقى إنه بعد ما خرج من السجن فهو ضيقها عليه جدا جدا جدا، فكان كل ما يتقدم لوظيفة أو شغلانة كانوا بيرفضوه أول ما يعرفوا إن هو كان في السجون. ولما يكتبها مجد نجيب يشاء القدر إنه شاب في بداياته وبداية نجوميته سنة 81 يدعى محمد منير يغنيها، وهي دي تكون السبب في شهرته. احكولي قصصكم وحكاياتكم مع غنوة شبابيك، لاني متأكدة مفيش مصري او اي حد ملوش قصة مع غنوة شبابيك، سمعتوها وقت فرح ولا وقت دموع ولا وقت امتحانات ولا وقت انترفيو لوظيفة ولا امتى. مشينا من غنوة محبوبة وهننتقل لغنوة محبوبة أكتر وأكتر. كل شيء بينسرق مني، العمر من الأيام والضي مني، كل شيء بينسرق مني، العمر من الأيام والضي مني. بتبتدي الغنوة باستفهام وسؤال، كم عام ومواسم عدوا وشجر الليمون دبلان على أرضه. كم عام صدرت غنوة شجر الليمون لأول مرة ضمن ألبوم شبابيك عام صح 1981. تعبر الغنوة عن قضية الوطن المفقود، وتحديدا القضية الفلسطينية، حيث جملة شجر الليمون دبلان على أرضه مشهورة جدا فلسطين الحبيبة بشجر الليمون. كمان شجر الزيتون معروف عن شجر الليمون إنه لا يذبل بسهولة، يعني محاولتهم المستميتة للدفاع عن الوطن ومحاولة إحياء شجر الليمون مرة تانية. شجر الليمون يروي الفنان المصري أحمد منيب حكاية الحنين والفقد في واحدة من أجمل كلاسيكيات الموسيقى العربية، شجر الليمون. كلمات الشاعر عبد الرحيم منصور، وأعاد توزيعها طارق مدكور، ليغنيها الشاب محمد منير. فالسبب الواضح هنا هي فكرة الأرض المهجورة المفقودة من أهلها، واللي عدى عليها سنين كتير
من الحنين والفقد. أما بقى راح تفسير التاني الغنوة إلى المغتربين المصريين في الخليج. فبصراحة يا حضرات، من منتصف السبعينات أو أواخر السبعينات إلى منتصف الثمانينات اللي احنا فيه دلوقتي، شهدنا مصطلح الإعارة ما بيننا وبين بعض، وهو يعني ذهاب الشباب المصري في الخارج أو لدول الخليج تحديدا بحثا منهم عن فرص ووظائف للعمل، وده أصبح بمثابة شبه غريبة للشاب المصري. فربط الغنوة فكرة التهجير بشكل عام، وراح تفسير آخر فكرة تهجير النوبيين من أرضهم في بناء السد العالي، ولكن ده كان في أواخر الستينات والغنوة في الثمانينات، فمش عارفة. أو إنه الغنوة بتتغنى من محبوب تركته أو هجرته محبوبته، وكلنا نجتمع يا حضرات، سواء الأزمة سياسية أو اقتصادية أو عاطفية رومانسية، فده ما يمنعش إطلاقا فكرة إنه شجر الليمون من أجمل أغاني الفنان الشاب محمد منير، هتفضل خالدة في الذاكرة للأبد. يونس في بلاد الشوق. محمد منير كان عايز يعمل غنوة عن بنات الهليلة، فراح لمحمد رحيم وخده وراح للشاعر الأبنودي وقال له احنا عايزين نعمل غنوة عن بنات الهليلة. قال له في الواقع مفيش أغاني كتير أو قصص كتير عن بنات الهليلة، ولكن في حكايات كتير عن ولاد الهليلة. ايه رأيك في يونس يبقى ابن أخت أبو زيد الهلالي، وكان أقوى وأشجع بني هلال. فكان في مرة شعراء بيتغنوا وبيمدحوا في يونس تحديدا وفي بني هلال بشكل عام. فيونس تقديرا منه للكلام الحلو الجميل قال لهم قرار أول حاجة هتعدي هتكون من نصيبكم. يعني هو قعد يفكر يهديهم بإيه. قال خلاص، أول حاجة هتعدي هتكون من نصيبكم، يدوها للشعراء. ولسوء حظ خضرة هي أول حاجة عدت، فما قدرش يونس يرجع في كلامه وبعلهم أو يعني اداهم خضرة هي كانت جارية يونس. ولأنهم ما كانوش محتاجين خضرة في أي حاجة، ما كانش ناقصهم حاجة، قرروا ان هم يبيعوا خضرة. قالت عزيزة تتباع من حد لحد ما راحت برشا يا مدلل، حبك على قلبي تسلل. نمنتجها يا أستاذ، نمنتجها. أنا عاوزة أقول راحت تونس حاضر، ولا راحت تونس لحد ما راحت يا حضرات تونس.
يونس عند مين تحديدا؟ عند عزيزة بنت السلطان. لو يتغير الزمان وقابلتيني في أي مكان كنت عشان ما انت شوف معلش فهمت معلش حضرتك شيلها خلاص حضرتك خلاص. عزيزة أبوها سلطان السنة دي خليفة، حبسها في قصر كبير جدا بسبب شدة غيرته عليها ان هي جميلة جدا جدا جدا، وكان بيجيب لها جواري يسألوها، جواري يقعدوا يحكوا معاها يسألوها، يعني تسلي وقتها بيهم شوية. وقع نصيبها في مين؟ برافو عليكم، خضرة. ولكن خضرة من ساعة ما راحت لعزيزة بنت السلطان وهي دموعها ما جفتش، كل شوية تعيط على فراق. بالظبط كان عينها من يونس، كنت معاها أصلا، كان عينها من يونس حضراتكم. بخصم لي من مرتبي، متقعدش تكلميني بالطريقة دي. المهم حضراتكم، ولا كان في أي حاجة، هي كانت بتحب يونس، فقعدت تتكلم عن بني هلال كلهم، وتحديدا عن شجاعة سلطان حسن بن سرحان سلطان بني هلال حبيب القلب يونس. من كتر كلامها عن يونس وشجاعة يونس وشهامة يونس وجمال يونس حبته عزيزة بنت السلطان، ورسمت له صورة كده في خيالها وحبته، وما قالتش لحد ان هي بتحبه. راح 3 المشهورين من بني هلال، يونس ومرعي ويحيى، يونس ومرعي ويحيى راحوا يستكشفوا في الفترة دي تونس الخضراء، تونس الخضراء اللي كانت بالنسبة لهم أرض الأحلام. ويقال إنه انتشر الفقر والجوع، فراحوا يدوروا على أرض تانية بسبب شدة الفقر اللي حصلت في بني هلال وفي المكان بتاعهم كله، فسابوا المكان ده كله وراحوا لتونس. أما عن الرحلة فهي استمرت لمدة 50 يوم، وخلص الأكل والشرب من يونس والمجموعة كلها بسبب طول الرحلة. مامته كانت مدياله عقد قيم وغالي جدا جدا جدا، قالت له تتصرف فيه وتبيعه وقت الحاجة. وهنا قرر يونس ان هو ينزل من على حصانه ويدور على شيخ الدلالين، شيخ الدلالين علشان يبيع العقد القيم الجميل ده وياخد فلوسه وياكلوا ويشربوا. بقالهم 50 يوم من مصر لتونس، وأول ما شاف شيخ الدلالين العقد قال العقد ده قيم جدا جدا، ما تاخدوش إلا عزيزة بنت السلطان. وفعلا نده على مراته وقال لها تروحي جري لقصر عزيزة بنت السلطان وتعرضي عليها العقد ده، وتروح الست. لا إله إلا الله. تقول يلا يا جماعة نتعبد، ما هتعملوا ايه في رمضان؟ أهلي مصلين قائمين، بعتذر العود جاي في المايك معرفش هعمل ازاي. سامعين؟ والله العود جاي في المايك. منك انت يا خربوس تسمع كل حاجة. تبت النملة بيلقطها، يجي يلقط صوتي لا يبعد. بسمع حضراتكم. يا عزيزة
مين اللي كانت معدية بالصدفة؟ خضرة أول ما شافت العود قالت بس يبقى يونس في تونس. لا منتجوني أنا شخصيا بقى بعد كده، لا منتجوني بالمرة يه. فأول ما قالت يونس في تونس وإن ده عود بني هلال، راحت على طول عزيزة بعتت مع شيخ الدلالين قالت له عايزة صاحب العود ده فورا. وجه يونس أول ما شافته عزيزة حبته أكتر وأكتر. المفاجأة بقى إن هو كمان حبها ودخل القصر، وهي كانت عارفة إنه باباها لو عرف حاجة زي كده هيتخلص منه وهيقتله، وهي بتحبه. دخلته عزيزة في أوضة، كل ما يدخل أوضة تانية يتقفل الباب بالحديد والقفل. كل ما يدخل يونس في أوضة يتقفل بالقفل، يدخل أوضة جوه أوضة كل شوية يتقفل المفتاح بالقفل، لحد ما وصلوا لزنزانة صغيرة، أوضة صغيرة. وهنا اعترفت له بحبها ليه، وهو قال لها انه انا كده يعني اسير عندك، ازاي هتحبيني وانا اسير عندك؟ وده حب ايه تل من غير اي حرية. ورفض يونس طلبها بالرغم ان هي قالت له ان انا هحررك ونتجوز، ولكنه رفض طلبها تمسكا منه بكرامته وحبه لأهله ولوطنه. جاي من بلاد بعيدة لا زاد ولا مية، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا، وانتي تقوليلي بحبك تحبيه فيا، وده حبي تل من غير أي حرية. وكتب عبد الرحمن الأبنودي وصاغ المقطع علشان البداية تكون رحلة يونس. ويقال انه بعد 7 سنين يتجوزوا بعض عزيزة ويونس. معظم أغاني محمد منير مش بتاعته في الأساس، زي مثلا غنوة حارة السقايين اللي هي في الأصل شريفة فاضل دي عندها أغاني كتير حلوة ولكنها مش مشهورة، قدمتها في أواخر الستينات وغناها منير في ألبوم أهل العرب والطرب سنة 2012، وكانت من أنجح أغاني الألبوم. حارة السقايين أما عن غنوة الليلة يا سمرة فاتغنت سنة 62 في سجن الواحات اللي كان مليء بالمعتقلين في الوقت ده، وكان منهم الشاعر فؤاد حداد والملحن أحمد منيب والمغني محمد حمام والمناضل زكي مراد. هما الأربعة صدفوا إنهم اتجمعوا في زنزانة واحدة، وكان عيد ميلاد زكي مراد اللي هو بيوافق 1 سبتمبر، فقرروا يحتفلوا بزكي مراد ولكن على طريقتهم، وقدموا له غنوة الليلة يا سمرة. وبعد خروجهم قرر وأما بعد attention وبعد خروجهم قرر محمد حمام اللي هو كان المغني يغنيها ويعلنها، وفعلا انتشرت جدا الغنوة، ولكن بعد فترة بدأت ان هي تختفي، إلى أن جه محمد منير كالعادة وقدمها بشكل مختلف، أو يعني قدمها مرة تانية تزامنا مع رجوع طابة لمصر، وده كان سنة 81، يعني في ألبوم ايه بالظبط؟ في ألبوم شبابيك. وحضرات السادة
الكرام محبين الكينج محمد منير لما يقولوا إن ألبوم الشبابيك أفضل ألبوم في تاريخه بيبقى عندهم حق. أنا بقالي ساعتين بس بتكلم في غنوتين، ما نقدرش نتكلم عن الكينج محمد منير ونذكرش غنوة نعناع الجنينة. فنعناع الجنينة تندرج تحت فن اسمه فن النميم. أكيد الفن ده حرام عشان جاي من النميمة هنهزر، نسيب بقى ونهزر. وهو من التراث الشعري اللي بتمتاز بيه قبائل الجعفرة والعقيلات في أسوان والبحر الأحمر. وبالواقع هو يعني وفي الواقع الفن ده قرب على الاندثار، وعادة بيشترك فيه شخصين يتبادلان الخناق ويغلب عليه طابع المنافسة. اسمه بالكامل محمد منير أباظيد جبريل متولي، فتى النيل الأسمر اللي اتولد في قرية منشية النوبة في أسوان. ابتدى ب10 قروش فقط بلهجته النوبية وبلبسه اللي إلى حد ما غريب شوية عن النمط التقليدي. خد قلوبنا كلنا الفنان الشاب محمد منير. كان محظوظ جدا، فهو اشتغل مع أهم الملحنين زي بليغ حمدي، تخيلوا اشتغل مع بليغ حمدي، سيد حجاب والأبنودي. ولما التقى بالموزع هاني شنودة وعبد الرحيم منصور تغيرت حياته تماما. وفي سنة 1977 يطل علينا منير بأول ألبوماته علموني عينيكي، بحب الغنوة دي أوي. وكان أول إنتاج شركة سونار فيه السوق العربي، لأن قبلها كانت الشركة بتشتغل فقط في السوق الغربي. وفعلا لو حضراتكم سمعتوا غنوة علموني عينيكي ليها شوية بيغلب عليها الطابع الغربي. وانتهى بعدها مع ملك الجاز يحيى خليل، ومنها غيروا نظام الكاسيت في مصر تماما. قدم محمد منير غنوة لوتس كلمات مجد نجيب، قدم وكرهنا المذكور عليه، وقدم دنيا ريشة في هوا وحواديت والدنيا لو جرحة لونها لون فرحة، وقدم أغاني كتيرة جدا. منير يحب يقول الكلمات اللي ليها معاني، كلمات أو الغنوة يقدمها وراها حكاية. ظاهر كده ان هو بيحب جدا جدا وطن مصر والأوطان المجاورة، لأن هو دايما بيغني أغاني مش المحبوبة فيها طابع سياسي وفيها طابع حب الوطن. محمد منير مواليد 10 أكتوبر سنة 54، وهو من برج الميزان النوبي اللي حبته الفنانة نجلاء بدر. كان لازم أذكر ده في آخر الحلقة. وهي أيضا من برج الميزان، وعاشوا الثنائي قصة حب رائعة وغنى لها واحدة من أجمل الأغاني الرومانسية، لما النسيم يعدي بين شعرك. ومع الأسف لم يكلل هذا الحب بالزواج، فقبل عهد القران ب3 أيام اتصل منير بنجلاء وقال لها أنا حاسس